الراجل ده يا جماعة عمل وصفة خطيرة للأطفال، عمل لهم سناكس أو مقرمشات تقريبا اللي احنا بنشتريها من بره من مكون واحد بس هيلسي واحنا بنستعمله على طول في البيت. يا رب تطلع حلوة وما نحتاجش نشتريها تاني. يلا بينا نجرب ونشوف ايه الأخبار. هنحط بقى مية على النار تغلي معاها رشة ملح، وبعدين جايبين مكرونة دي اللي هي القواقع دي هنسلقها، سيبها حوالي 5 دقايق أو 6 دقايق على النار. المكرونه خلاص اتسلقت، يلا بقى نصفيها. بعد بقى ما سلقنا المكرونه هننزل عليها بنص معلقه صغيره بابريكا، نص معلقه صغيره توم باودر، نص معلقه صغيره من البصل الباودر، وبعدين نص معلقه صغيره من بودره الجبنه، اي نوع جبنه باودر او ممكن نبشر عليها جبنه، رشه بقى من زيت الزيتون. هنقلب بقى كل ده مع بعض. بصوا بقى ده شكلها بعد ما قلبناها كلها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. هنجيب بقى الاير فراير وننزل فيها بورق الزبده، وبعدين هنحط فيها بقى المكرونه اللي احنا عملناها. بصوا بقى تبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. هدخلها الاير فراير على درجه حراره 200، هتقعد 6 دقايق. ده بقى شكلها بعد ما طلعت من الاير فراير. بصوا ده شكلها بقى بعد ما طلعناها من الاير فراير. هي بعد 6 دقايق لقيتها ما خلصتش، زودتها 3 دقايق تاني. يلا بقى ندوق ونشوف ايه الاخبار. سامعين القرمشه؟ طعمها حلو قوي قوي للاطفال وللكبار كمان على فكره، وحقيقي تستاهل التجربه.